مرحبا أصدقائي، هل تشعرون أنه لا يوجد مستقبل بمصر أو أنه مفيش شغل في مصر؟ الدنيا صعبة في مصر، الوضع صعب جدا، مش عارف أشتغل، مش عارف أبني مستقبل. لو هذا يجول في أذهانكم إذن هذا الفيديو إليكم. مرحبا، أنا اسمي ميلودي عبدو، وأنا هنا أتحدث عن كل ما يخص رحلة البحث عن العمل من حيث كتابة السي في، تحضير الانترفيو، التعامل مع المديرين، الحصول على الترقيات، الوضع العام وكيفية التغلب عليه والحاجات دي كلها. فلو كانت الإجابة بلى اللي هو نعم، إذن نشطف وشنا بشوية مية عشان في نقطة نحن غافلون عنها إليكم الآتي. بلى طبعا ما حدش يقدر ينكر إنه في خلل حاصل كبير في السوق، أو إنه يعني العدد الكبير versus عدد الوظائف المتاحة طبعا لا يتناسب، او انه في عدم توازن من الاخر. يعني محدش يقدر ينكر حاجه زي دي، ولكن انه riches are made in recessions، او الناس اللي بيبقى عندها فرصه ان هي تعمل مبالغ طائله او ثروه او يحققوا مكاسب كويسه بتحصل وقت الريسيشنز او وقت التذبذبات الاقتصاديه، وقت الركود او الازمات الاقتصاديه. بعض الصناعات بتحقق مبيعات غير طبيعيه، سواء بقى بسبب قرارات الناس المدفوعه بالخوف ان هم عايزين يلحقوا يجيبوا حاجه، عايزين يحافظوا على فلوسهم، يحافظوا مش عارفه ايه، او انه ونقطه مهمه جدا، كل حاجه في الاوقات دي بتبقى اوفر برايسد، او التسعيره بتاعتها اعلى بكتير جدا من القيمه بتاعتها اساسا، او من قيمه العمله اللي وقعت، او من قيمه العوامل اللي المفروض كلها تعلي السعر. فعلا بتعلى السعر، بس هي السعر بيبقى محطوط على الحاجه اعلى بكتير جدا من العلو ده اصلا. انزلوا كده السوق، انزلوا بصوا على اي حاجه، اي حاجه. ليه انزلوا بصوا؟ افتكروا ايه ده، ايه ده. اي نعم حصل تعويم، وفي كانت ازمه الدولار والجمارك والمش كل ده اوكي ماشي، بس برضو ما زالت الحاجه. فالشركات في النهايه بتعمل شغل حلو اما بتعمل شغل كويس، يا اما يعني قصدي يا اما بتبيع كتير، يا اما بتبيع قليل بس مكسب كبير جدا. ده يعمل ايه بقى؟ في اقدام او طلب على ان هم يكبروا التيمز بتاعتهم، يعني يكبروا فريق العمل بتاعهم، لان في شغل كويس او في فلوس، يعني سيوله كويسه تخلينا سواء بقى عايزين نزود منتجات اخرى او خدمات اخرى، او نروح اسواق تانية بس بالعماله بتاعتنا عشان فرق العمله والحاجات دي. يعني ايه، يبقى في حركه كده. فنحن بخير اصدقائي، no worries at all. طيب نقول بقى ايه الصناعات دي، او ايه الحاجه اللي هي تزدهر وقت طبعا مش هنقعد نجيب صناعه، لان انا I didn't go through التقارير بتاعت الحكومه او الحاجات دي، انا ما عملتش ريسيرش يعني، ولكن بالعقل كده هم 3 حاجات او 3 اتجاهات نفكر فيهم، نبص عليهم مش نفكر فيهم. اي حاجه ليها علاقه بالبقاء، يعني ننزل للاساسيات، الحاجات دي هتبقى شغاله كويس، او نطلع فوق خالص، اي حاجات لكجيريوس او رفاهيه، او يعني ايه، الحتتين دول هيبقوا شغالين كويس. البدايل اللي هتدخل السوق للمنتجات اللي اسعارها بقى مبالغ فيها بطريقه مش طبيعيه، فالناس مش هتشتريها. ثالث حاجه، اي حاجه الحكومه بتحاول تدعمها، يعني زي بقى الهيدروجين الاخضر ولا مش عارفه ايه، يعني الصناعات اللي مصر المفروض تستوطنها في ال10 سنين الجايين. do your own research، ماشي، شوفوا انتوا مجالكم او انتوا مهاراتكم او شهاداتكم او الحاجه اللي بتحبوا تعملوها في انهي واحده من دول، وهنلاقي، صدقوني هنلاقي. احنا مصر بلد كبير جدا، عدد رهيب بسم الله ما شاء الله، هتفضل الدنيا شغاله، وهنفضل نوصل للي احنا عايزينه، وهنلاقي اللي احنا عايزينه. والارزاق اصدقائي دائما خاصه. مش معنى ان كل الناس بتقول مفيش وهنموت ومش لاقيين وبتاع ان انا كمان هيحصل لي كده، انا ماليش دعوه. الارزاق خاصه. وعامه انا لما امشي على طريقه التفكير اللي انا قلتها دي، انا كده كموظف اكتسبت مهاره فظيعه ما حصلتش، الا وهي هما 2 في الواقع: البروبلم سولفينج والكريتيكال ثينكينج. الكريتيكال ثينكينج اللي هو التحليل النقدي،
الموقف او بفصصه كده واشوف كل نقطة ايه الموضوع واطلع لها حل ازاي او اطلع لها استفادة منها ازاي. والمهارتين دول كموظفين يا الله علينا مطلوبة بشكل غير طبيعي في الوقت اللي احنا فيه ده. ليه؟ لان الدنيا متكعبلة، فعايزين حد بيفكر. واكتبوها بقى في السي في براحتكم كده في سكشن السكيلز وما يهمكوش، ولما تدخلوا تتكلموا فيها براحتكم. وفي النهايه احب اقول لكم دمرت املكم، حطمتكم. I am so sorry. كانت معكم ميلودي عبده، وبلا هذا هو اسمي الحقيقي، وانا هنا لانشر بصيص من الامل او انه فعلا يعني فسبسكرايب لاني هتوه منكم والفيديو مش هيجي تاني ابدا عندي. وانتوا اكيد مش عاملين ساين ان انكم بتتفرجوا على الفيديو ده من التلفزيون، فمش هيبقى فيه هيستوري، مش هنعرف نلاقي بعض تاني. نلتقي على خير في الفيديو القادم ان شاء الله. لا. مع السلامة.